نصيحة للرجال وهي السلام عليكم. بالنسبة للمستثمرين، أحسن الاستثمار اللي ما فيهش الخسارة وكله ربح، ولكن كيخصو واحد شوية ديال الصبر وربي كيوفق ويكمل بخير. أنتم تشوفوا الأراضي هي متوفرة، هما المزارع اللي راهم الناس كيانفيستيو فيهم، ناس من الخليج، وطبعا كاين مغاربة يعني تبارك الله كياخذوا كل عام أموال طائلة، يعني تبارك الله خيرات لا تعد ولا تحصى. تبارك الله تيقوموا بتصدير التمر إلى العديد من الدول وتسوقها حتى في المغرب. بالنسبة أصبح الطلب كثير بالنسبة للخلوص على التمر المجهول يعني داخليا، حتى بالنسبة لاحظت ملاحظة أنه الأجانب كاين إقبال عليه كثير. دونك أحسن انفستيسمون هو زرع النخيل. وجهة زرع التفيلات داخل المملكة ولا خارج المملكة، السمعة طيبة والأرض كتعطي تبارك الله، خصنا غير الخدمة. بطبيعة الحال الأموال، إلا كانت الأموال كتكون النتيجة يعني مزيانة. إن يعلم في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا، قد ما عطيتها كتعطيك. محتاجة مستثمرين يكون فيهم الخير، يفيدوا ويستافدوا، وما نكرهوش يكونوا من الناس ديال المنطقة اللي كيديروا استثمارات في مدن وفي دول. الأولويات البلاد خصها الاستثمار بعد على الأقل الأجداد والصو على النخلة والتمرة. هذا ما كان. ومرحبا بالجميع، تابعوا معايا وشاهدوا بعض أنواع التمور اللي رزق ربي بها هذه المنطقة. كما يحكى 369 نوع، ربما على ما يحكى أن عدد القصور كعدد أنواع التمور. اللهم بارك وزد في ذلك. تحية للجميع، لكل المتتبعين في كل مكان. كنتمنى يعجبكم الفيديو، وما تنسوناش بالدعم ديالكم، واللي ما مشتركش يشترك معنا لكي يستفد من العروض أو معلومة جديدة. وعندي لكم واحد الخبر بالنسبة للناس اللي عندهم مزارع أو تجار ديال التمور أو عنده علاقة بأشياء كتخص النخيل والتمر. كاين واحد البلاتفورم كتجمع ما بين التجار والمزارع دوليا، سواء كنتي مصدر أو مورد، فالأمر كيخصك. بالنسبة لهاد التطبيق راه مجاني، تقدروا تنزلوه من جوجل بلاي ولا بلو ستور ولا الايفون. تواصلوا معايا، غادي نرسل لكم الرابط ديالو، اولا تسجلكم البنت اللي مكلفه غادي تسجلكم بالمعلومات ديالكم وبصحه وراحه. اكيد غادي يعجبكم لان الاول تقريبا هذا المجال. شاركوا الفيديو مع اصدقائكم.